السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي جدلا كبيرا خلال التدريبات الجماعية للفريق تحضيرا لمواجهة ضمك في دوري روشن. ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر صورا للبرتغالي خلال التدريبات الجماعية للفريق، والتي أثارت جدلا كبيرا حول خضوعه لجلسات الحجامة. ولقطت عدسات الكاميرات العديد من الصور لقدم الأسطورة البرتغالي في التدريبات، والتي أظهرت وجود بعض العلامات الناتجة عن جلسات العلاج بالحجامة. ويعرف رونالدو جيدا طريقة العلاج بالحجامة من كريم بنزيما زميله السابق في ريال مدريد، بعدما اعتاد المهاجم الفرنسي على استخدام هذه الطريقة طوال السنوات الماضية. ولم يؤكد نادي النصر أو اللاعب نفسه من خلال حساباته الرسمية حتى الآن خضوعه لهذه الجلسات ليثير جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويستعد النصر لمواجهة فريق ضمك يوم غد السبت ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023. ويأمل النصر في تحقيق الانتصار على ضمك من أجل استعادة صدارة ترتيب دوري روشن.